انا هنا هعمل ايه؟ هحمر البطاطس. طبعا انتوا عارفين البطاطس قبل ما تتشال لازم تتحمر في زيت او سمنه بالشكل ده كده. انا هصفيها من الميه. انا صفيتها من الميه زي ما انتوا شايفين. احط زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير، هو بس حبه صغيرين كده. لما سخن هننزل فيه. طبعا نتاكد ان هي مفيهاش ميه. بسم الله. اول ما تاخد وش على الناحيه التانية نقلبها كده. لما خدت اللون ده كده شايفين، هطلعهم. ربع كيلو صدور بانيه. قطعتها كده بالشكل ده. بصوا مش عايزه اعملها في المفرمه، هي كده عايزاها قطع صغيره كده. يعني كده اوريكم ازاي اقطعها كده صوابع رفيعه. بعد كده بكملها كده يعني طويل في مربع، بتطلع كده بالشكل ده كده. خلاص. انا هنا جبت طاسه احط فيها حته زبده يا دوبك، حاجات خفيفه بس كده، عشان طبعا الفراخ هتنزل ميتها اول ما تسخن. انا مقطعه الفراخ زي ما قلت لكم كده. الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب. كده نشفت اهي، استوت زي الفل. هنحط على البصل، نزل بالبصل بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها لحد ما البصل يدبل خالص ويقل عن كده. كده بعد ما ادوب البصل ننزل بالفلفل اللي احنا لسه عاملينه مع بعض اهو. مبشورين. نقلب. بسم الله ما شاء الله الانواع عامله ازاي. خلاص استوت كده. هننزل بالبقدونس وشويه ملح. ملح طبعا حسب الرغبه زي ما انت عايزه. نحشي بيها البطاطس. انا هنا حمرت اللي كان طالع من البطاطس زي ما انتم شايفين كده، حطيته في طاجن. خلاص. هنرص بقى ونحط فيه رز ونحط فيه الطاجن البطاطس. عندنا الفراخ اهي. نجيب بقى معلقه صغيره ونحشي او شوكه ونحشي بيها البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي نحط كده. ناخد بقى من البصل والجزر والفلفل نحشي كله. ممكن احشي بايه كده. ندوس على الجوه طبعا عشان تتملي. تبقى بالشكل ده كده.
ونرصها كده زي ما انتم شايفين كده، ونقلبها. خلاص ونسويها تاني كده بحيث انها تبقى متساوية. واحنا بنحط البطاطس، ودي البطاطس هي بعد ما حشيتها نحطها هنا كده نرصها. اعمل لك واحدة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي باخد من الفراخ وباخد من الفلفل والجزر، بدوس عليها لجوه كده. تبقى بالشكل ده كده نرصها. اكمل واوريكم. انا حشيته كله وعملته اهو، بسم الله ما شاء الله. ممكن بقى عايزه تشيليه ان شاء الله عشان رمضان بيستريتش، ونغطيه وندخله الفريزر. لما نيجي نطلعه نرش عليه الجبنه وندخله مع شويه صلصه، شويه شوربه بصلصه، وندخله عليهم الجبنه وندخله الفرن وتعيش معاكي زي ما انت عايزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.